يذهب عنكم الذكر أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير لكم وأحسن تأويلا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. محفوظ الذي تقرير محفوظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نبيه محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Respected teachers, principal and my dear friends. I myself Mahfouz Hassan Ta'alluqdar and I am a student of Jamia Shafiqiyya Darul Ulum Katigora. Dear audience, today I have to speak some humble words about the head of all prophet and the seal of prophethood Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam, whom Allah subhanahu wa ta'ala called mercy for the universe, saying, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, which means, and we have not sent you but as a mercy for all the worlds. At another place, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, which means, and we did not send you a prophet but the entire mankind as a bearer of good news and as a warner, but most people do not know. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in the noble Hashmi family of Quraysh tribe in Makkah in 570 AD. His father Abdullah died before his birth. Later his mother Amina and grandfather his Abdul Muttalib also passed away while he was a child. So he was brought up by his uncle Abu Talib. People called him Al-Sadiq and Al-Amin. He was known in Makkah as a kind, honest and respectful person. The humanity at large was shackled with ignorance, injustice and inequality. It eagerly awaited Savior and a true Messiah. It is the prophet blessed advent which transformed every life and reshaped the moral and religious values. We salute him the depth of our hearts. May the blessings of Allah and his eternal peace shower upon the messenger. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. মাসুম আহমদ গজল প্রতিযোগিতায় মাসুম। এই অধিবেশনের একদম শেষ মুহূর্ত সমাগম মাসুম নঈমুদ্দিন, আরবি তকরির নঈমুদ্দিন। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अपना रंग दिखा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की। जुल्म सितम हो दर्द हो गम हो या कोई हो रंजो अलम, सारे ताल्लुक रब से जोड़ो कर देगा वो नजर करम, कर देगा वो
نظر کرم تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی ذکر حق کی فکر حق کی سچی لگن مل جاتی ہے قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے اللہ کی دھن مل جاتی ہے معصیت چھڑوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی حق سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ان کی ادائیں پیاری ان کی صدائیں پیاری ہے خوش نصیب لوگ وہ ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی زندگی کیا ہے زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے جب جب کئی زانو تلمذ ارشد آن دکھاتا ہے ارشد آن دکھاتا ہے زندگی بندگی بنا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی السلام علیکم عبداللہ لشکر طاہر احمد عبید اللہ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى في السر والعلن، وأصلي وسلم على النبي المصطفى الذي بعث معلما وأدب تاديبا، وعلى آله وأصحابه الذين عملوا بالحديث النبوي اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. حضرة رئيس الحفل الميمون والإخوة في الإسلام، إني أريد أن نتكلم أمامكم حول موضوع الطالب العامل، فالالتماس منكم جميعا أن تستمعوا إلى خطبتي وشجعوني على عملي. أيها الإخوان، إن الله تبارك وتعالى بعث الأنبياء والمرسلين إلى هذا العالم لإخراج الناس من الظلمات الهالكة إلى النور الساطع، فأرسل الله السيد آدم عليه التحية قبل كل نبي، ثم أرسل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأخير خاتما للنبيين والمرسلين، فأوحى الله تعالى إليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآية الكريمة تحتوي على لفظ القراءة. هذا أول لفظ للقرآن الذي نزل لهداية الإنسانية بأسرها وإرشاد الضالين الهالكين إلى الصراط السوي المختار. يمكن لله القدير أن يذكر لفظا آخر، لفظ الإيمان بالله، لفظ الصلاة والزكاة، والاحتراز عن الكفر بالرحمن، والاجتناب عن الكذب والزنا.
ولكن ذكر الله تعالى القراءة، فالرجل الذكي الفتين يتوجب عليه أن يقف هنا ويتدبر الآية الكريمة. لما ذكر الله تعالى لفظ القرآن والقراءة في بدء كتابه الذي سيكون هاديا لجميع الإنسانية في جميع الأمكنة في جميع الآونة. فيا أيها الطالب الواعي، فكر في القرآن الذي هو دستور الحياة البشرية. هذا القرآن يشتمل على أول وحي وهو القراءة، العلم والتعلم. أيها الطالب، انصرف إلى القرآن الذي يبلغ الناس دعوة العبادة والعمل الصالح، وقم بالعلم الصحيح والعمل الصالح المستقيم. أيها الإخوة في الدين، إن الله تعالى يقول في التنزيل العزيز: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن الله يصرح بأنه يرفع أهل العلم درجات بالغة ومراتب رفيعة. إن الله رفيع يحب أن يكون الإنسان رفيعا في مراتبه ودرجاته. لذلك أعلن الله تعالى بلسان النبي المحترم صلى الله عليه وسلم: تخلقوا بأخلاق الله. عندما حصل الرجل على العلم الصحيح فيرفع الله درجته، هكذا يتخلق العبد بأخلاق الله، فيكون العبد متواضعا ورفيعا، فيكون العبد خاضعا لله ورفيعا لدى الناس. أيها الإخوة في الدين الحنيف، إن تريدوا أن تكونوا في هدوء وسكينة، في راحة وطمأنينة، فاركنوا إلى هذه الآية الكريمة التي تشتمل على معنى الرفعة ومفهوم العزة، وارجعوا إلى الحصول على العلم الذي نقل عن النبي المحترم صلى الله عليه وسلم، العمل الذي روي عن الصحابة الأجلاء العظام. ألا تعلمون إن النبي المبجل صلى الله عليه وسلم أوضح في خطباته: إن الملائكة لا تدع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع. إن الملائكة يختلفون عن الإنسان وأفراده. إن الإنسان ينهمك في عديد من الذنوب والمعاصي. إن البشر يرتكب الذنوب والسيئات، ولكن وبذا أختتم كلامي، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. এখন প্রথম অধিবেশনের প্রায় সমাপ্তি, এমতাবস্থায় এখন দুইটা রয়েছে।